استسقاء الكلى هو حالة شائعة حيث يحدث توسع في الكلى وتوسع في نظام تحليل الحوض. هذه هي الشذوذ الأكثر شيوعاً التي يمكن اكتشافها في فحص الموجات فوق الصوتية قبل الولادة أثناء الحمل. ومن المدهش أن 50% من هؤلاء الأطفال عند الولادة يعتبرون طبيعيين، بينما 50% منهم قد يكون لديهم سبب مهم. لذلك في السابق قبل 20 أو 30 عاماً كان يتم اكتشاف معظم هؤلاء الأطفال فقط عندما تظهر عليهم الأعراض، بمعنى عندما يصابون بعدوى أو يظهر لديهم تورم في البطن، أو يعاني الطفل من انخفاض في وظيفة التبول مع وجود الكثير من الصديد في البول. بفضل التقدم في تقنية الموجات فوق الصوتية، أصبحنا الآن قادرين على اكتشاف هذه الحالة أثناء الحمل، وهي الآن الطريقة الأكثر شيوعاً لتشخيص هذه الحالة. تشخيص ما قبل الولادة لتورم الكلى، وهو ما يعرف بالاستسقاء الكلوي، هو الطريقة الأكثر شيوعاً لتشخيص هذه الحالة. لذلك، ليس كل هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى تدخل، ولكن بمجرد أن يتم إبلاغنا بالتشخيص، يجب أن نتدخل في الوقت المناسب قبل أن يتسبب في تلف الكلى. بمجرد أن نحصل على تشخيص للاستسقاء الكلوي قبل الولادة، يتم تقييم هؤلاء الأطفال سريرياً عند الولادة، ثم يتم تأكيد التشخيص بواسطة فحص بالموجات فوق الصوتية يتم في اليوم الثالث من الحياة، ويتم تأكيد ذلك مرة أخرى بفحص بالموجات فوق الصوتية يتم تكراره بين 4 إلى 6 أسابيع. بناء على النتائج، يتم تأكيد احتمال وجود انسداد عن طريق إجراء مسح نووي، والذي يعطينا معلوماتين: الأولى هي وجود أو عدم وجود انسداد، والثانية هي ما هي درجة التدهور الوظيفي للكلى. بناء على هذه المعلومات، سواء كان الانسداد أحادي الجانب أو ثنائي الجانب، وما إذا كان الانسداد شديداً أو مهماً، وهل هناك انخفاض في الحالة الوظيفية للكلى، يتم اتخاذ قرار إما بالحفاظ والانتظار والمراقبة، أو بإجراء عملية للتدخل لتقليل فرص حدوث ضرر إضافي للكلى بعد ولادة الطفل. الجراحة لعلاج استسقاء الكلى تسمى بلوبلاستي، حيث نقوم بإزالة الجزء المسبب للانسداد ثم نعيد الاستمرارية بوصلة واسعة. يمكن إجراء ذلك عن طريق الجراحة المفتوحة، لكن في العصر الحالي يتم ذلك عن طريق الجراحة ذات الوصول المحدود بشكل رئيسي عن طريق المنظار، والتي تسمى بلوبلاستي بالمنظار. ويمكن أيضاً إجراؤها عن طريق الجراحة الروبوتية في الأطفال الأكبر سناً. يمكن إجراء بلوبلاستي بالمنظار بأمان حتى في الأطفال حديثي الولادة في الوقت الذي نشخص فيه عادة هذه الحالة، ونجري العملية بين 4 إلى 6 أسابيع، ويمكن إجراؤها بأمان. ميزة بلوبلاستي بالمنظار هي أن هؤلاء الأطفال لديهم شقوق صغيرة جداً، وبالتالي يكون الألم أقل وتعافيهم سريع جداً. لذا فإن استسقاء الكلى هو حالة جراحية شائعة جداً، يتم اكتشافها عادة عن طريق الموجات فوق الصوتية قبل الولادة. يتم تأكيد التشخيص من خلال التقييم بعد الولادة، وإذا لزم الأمر يمكن إجراء تدخل جراحي بأمان لهؤلاء الأطفال عن طريق الجراحة ذات الحد الأدنى من التدخل.